هو دلوقتي وقت مناسب ان انا اشتري عقار ولا لا؟ طيب هو ايه الوقت الصح اصلا ان انا اشتري فيه العقار؟ وازاي اصلا اشتري العقار ويكون مضمون استثماريا مليون في المية؟ لو عايز تعرف اجوبة الاسئلة دي تابع معايا الفيديو ده للاخر وهتشوف بنفسك ازاي تختار العقار بتاعك. معاك مهندس محمد اكمل، استشاري عقاري من شركة ايزي واي للتسويق العقاري. انا عايز اشتري عقار بس خايف يحصل ركود عقاري، خايف يحصل فقاعة عقارية زي ما بيقولوا، وخايف يحصل هبوط في الاسعار حاد جدا يؤدي الى انهيار السوق العقاري. خليني اقول لك ان ده مستحيل يحصل في مصر لاسباب كتير جدا جدا جدا. اولهم ان الطلب على العقار في مصر هو حقيقي ومستمر بشكل دائم. ليه بقى؟ لان في زيادة سكانية كبيرة جدا جدا في الدولة، فبالتالي لازم يكون في مشاريع جديدة، فالطلب على العقار هيكون بصورة مستمرة، فالطلب على العقار في زيادة دايما، فزيادة العقار هتبقى بصورة دورية زي اي سلعة. لما بيكون في طلب كبير عليها بيزيد سعرها تلقائيا. تاني حاجة المشاريع القومية اللي الدولة بتعملها. الدولة بتضخ استثمارات كبيرة جدا جدا في المشاريع اللي بتعملها الايام دي، زي العاصمة الإدارية الجديدة، العالمين الجديدة، مدن الجيل الرابع، كلها دي بتعمل فرص استثمارية كبيرة جدا جدا وبتخلق فرص عقارية كل يوم بشكل مستمر، وبتؤدي الى زيادة الطلب على العقار في نفس الوقت. تالت حاجة واهم حاجة هو النظام المالي في مصر. النظام المالي في مصر صعب شوية. البنوك بتبقى عندها الحذر الكافي في موضوع القروض العقاريه، زي مثلا امريكا حصل فيها انها كانت بتدي قروض على العقارات بشكل بدون اي دراسه جدوى، ادى الى فقاعه عقاريه في فتره معينه، وده مستحيل يحصل في مصر. اهم نقطه كمان عندنا في مصر هنا ان انت عندك كميه مصريين بالخارج كبيره جدا جدا، ودي الفئه اللي دايما بيكون عندها القابليه الماليه انها تشتري العقار في اي وقت بسبب فرق سعر الصرف وفرق العمله. ده بيخليهم دايما مقبلين على شراء العقار سواء كسكن او كاستثمار، وده بيخلق دايما فرص استثماريه برضو جديده عشان تلبي احتياجات المصريين المقيمين بالخارج. كمان عندك نقطه مهمه جدا جدا وهو التوافد الاجنبي. انت عندك توافد اجنبي كبير جدا من بره، من سودانيين، من سوريين، من خلايجه، كل دول بيبقوا مقبلين على شراء العقار في مصر بصوره دوريه، وده بيؤدي طبعا دايما الى زياده الاسعار وزياده الطلب على العقار، وده بيخلي دايما ان في استقرار في العقار في مصر بشكل دائم، وده اللي هيخلي اكيد ان مفيش اي انهيار للسوق العقاري المصري سواء دلوقتي او بعدين. كل ده طبعا معناه ان صعب يحصل انهيار للسوق العقاري المصري او يحصل فقاعه عقاريه في مصر او يحصل انخفاض للاسعار، بل بالعكس ده هيؤدي دايما الى زياده الاسعار، والطلب على العقار هيكون بشكل مستمر في مصر. طيب انا دلوقتي معايا فلوس اروح احطها بسرعه في اي عقار وخلاص؟ لا طبعا، استنى، مش اي عقار. لازم تختار عقار مناسب جدا جدا جدا، وتكون متوخي الحذر وانت بتشتري العقار بتاعك علشان برضه ما تخسرش فلوس، لان مش كل عقار كسبان. طيب ازاي اختار العقار بتاعي؟ اول حاجه لازم تركز فيها هو الشركه المطوره اللي انت بتشتري معاها. الشركه المطوره دي عملت ايه قبل كده؟ ثبت الاعمال بتاعتها، الROI بتاع المشاريع بتاعتها اللي قبل كده كان عامل ازاي من اعاده البيع والايجار. هل كان اعاده البيع عندها سهله وكان المكسب بتاعها كويس ولا لا؟ هل الايجار بتاعها حاليا كويس فعلا والناس بتأجر بسهوله ولا لا؟ كل دي نقط مهمه جدا لازم ان انت تركز عليها في شراء العقار بتاعك. طيب ايه هو انسب وقت ان انا اشتري فيه في مشروع معين؟ هو بطرح المشروع او فتره طرح المشروع او فتره اللونش. ليه بقى؟ لان انا بستفيد استفاده كبيره جدا من ان انا بشترك او بدخل في شراء عقار في فتره اللونش. اولا بستفيد بالسعر الافتتاحي للمشروع، تاني حاجه بختار وحده مميزه جدا في الماستر بلان لان انا بيكون ليا الاولويه في الاختيار طبعا في المشروع ده. تالت حاجه ان انا بقدر ان انا اختار طريقه سداد طويله جدا، وبقدر ان انا اختار برضو فرص كويسه جدا جدا في المشروع اللي انا بختار فيه. طيب زي ما قلنا لازم نختار الشركه المطوره. تاني حاجه لازم نشوف الماستر بلان بتاعت المشروع ده عامله ازاي، الخدمات اللي موجوده في المشروع ده عامله ازاي. تالت نقطه واهمهم وهي دي العامل الاهم في الاستثمار وهو اللوكيشن. اللوكيشن لازم يبقى مميز جدا 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 ومعمول حسابه بدقه. لازم يبقى جنب لاند مارك معينه زي جامعه، زي نادي، زي مدرسه، حاجه كبيره جدا اقدر ان انا اعلم بيها اللوكيشن بتاعي بحيث ان يسهل الوصول للمشروع اللي انا باخد فيه سواء كتجاري او كسكني. طيب ايه تاني كمان ممكن ان انا افكر فيه وانا بختار المشروع؟ طبعا السعر، وده اهم حاجه. لازم اختار السعر كويس جدا، لازم اشوف الاسعار دي هل مقارنه باللي حواليا انا فعلا اقل من سعر السوق ولا لا، هل انا هاخد حاجه مميزه برضو ولا لا. دي كلها حاجات لازم ان انت تاخد بالك منها جدا جدا وانت بتشتري العقار. واخر حاجه طبعا هي طرق السداد. لازم تختار طريقه سداد مريحه واطول فتره سداد ممكن عشان تقدر بعد كده لو انت حبيت ان انت تبيع تقدر ان انت تبيع بشكل كويس جدا حتى قبل الاستلام كمان. يعني
يعني لازم تركز جدا جدا على كل النقط اللي انا بقولها لحضرتك دي عشان تقدر ان انت تختار عقار كويس جدا ويكون استثمارك عليه مضمون 100%. لو محتاج تعرف كل التفاصيل بتاعه المشاريع وايه انسب المشاريع اللي موجوده في الفتره الحاليه، احنا ان شاء الله هنعمل فيديوهات جايه هنشرح فيها كل المشاريع في كل المناطق المميزه جدا جدا، وهنشرحها بالتفصيل وهنشرح اهم الفرص الاستثماريه في كل منطقه. لو عايز تابعني وهتشوف كل ده بنفسك. معاك مهندس محمد اكمل، واشوفكم الفيديو ده على خير.